احنا في الفيديو ده هنلخص الافاتار كورة الاربع مواسم بتوعها كلها 40 حلقة حوالي في 10 دقايق ربع ساعة مثلا. ولو انت عايز تشوف كل موسم واهم الاحداث فيه، انا كنت عامل فيديو لكل موسم هتلاقيه تحت في البلاي ليست. بعد كده في اخر الفيديو هتكلم عن الموسم الخامس اللي هو لسه منزلش، عبارة عن كوميكس يعني ايه اللي بيحصل فيه وكده. دي هي كورة الافاتار الجديد بعد انج، واللي بيتحكموا في الاربع عناصر الارض والنار والهواء والماء، واللي بيجيبوا السلام للعالم. اتقررت كورة التحكم في الارض والنار والماء، وهتروح لمدينة الشعب عشان تتعلم التحكم في الهواء على يد المعلم تينزين. وتينزين ده يكون ابن الافاتار انج اللي هو كان قبله كورة يعني. وكان في قصة انج ان عشيرة النهار قضت على كل فرسان الهواء، وبقى بس انج، وبكده تينزين هو الوحيد اللي يقدر يسخر الهواء عشان هو ابنه يعني. راحت كورة لمدينة الشعب وانبهرت جدا بجمالها والسلام الموجود فيها، وان الاربع عايشين مع بعض بتناغم وكل سعادة. بعد كده اول ما راحت كورة بتشوف هناك 3 حرامية بيحاولوا ياخدوا من الناس حاجاتهم وممتلكاتهم باستخدام قدراتهم في التحكم. طبعا كورة شافتهم وبهدلتهم كلهم، بس الناس هناك استغربت هي ازاي بتعمل كل الكلام ده، وازاي بتقدر تتحكم في اكتر من عنصر، لحد ما عرفوا ان هي ممكن تكون الافاتار. بعد كده بيجي تنزل وبياخدها بيبداوا تدريب الهوا. والمفروض على كورة ان هي تعدي من البوابات دي من غير ما تتخبط، تكون زي ورقة الشجرة تحس بالهوا، لكن طبعا هي مش عارفة، عمالة تتخبط لحد ما زهقت وقالت ما تروح اتفرج على مصارعة احسن. والمصارعة دي بيكون مختلفة شوية. الفريق بيكون متكون من 3 افراد، وكل فرد بيتحكم في عنصر من العناصر، يا الارض يا النار يا الماء. وطبعا مفيش حد بيتحكم في الهوا عشان كلهم ماتوا، مش باقي بس غير تنزل وعيلته، وتنزل يكون مستشار من مستشارين المدينة. كورة بتروح هناك وبتقابل ماكو وبولين، وبيكون عندهم مشكلة ان العنصر او الفرد اللي كان بيتحكم في الماء مشي، وكده عندهم مشكله. فهي قالت لهم ان هي بتتحكم في الميه، فممكن هي تبقى معاهم في الفريق، فوافقوا ودخلت معاهم الفريق. ابتدى الماتش بتاعهم، بس هم مش فاهمين بعض ومش عارفين خالص تحركات بعض، لحد ما الكوره افتكرت الكلام تنزل وان هي تحس بالهواء، وقدرت ان هي تتفادى كل هجماتهم وكسبوا برضه. وكل ده هم ما كانوش يعرفوا ان هي الافاتار يعني. بعد كده عرفوا. بعد كده بيظهر خطر بيهدد سلام المدينه، وبيكون هو امون ده مش من الفرسان يعني اللي بيتحكموا في عنصر من العناصر، وبيكون برضو اسمهم مسخرين. امون كان قاعد في اجتماع والشعب كله عنده، وبيحرضوا ان هم لازم يتخلصوا من الفرسان وهم يتولوا حكم المدينه اللي هم عايشين فيها، لان الفرسان زي ما شفنا انهم على طول بياخدوا من الناس حاجاتهم وممتلكاتهم باستخدام قدراتهم، يعني بيروحوا يسرقوا منهم الحاجات. وامون بيطلع تنزل هو وعيلته، بيكون حابسهم وخاطفهم، وبيقول ان هو هيقضيهم عليهم كلهم ويقتلهم، ويبقى كده هو قضى على كل اللي في العالم بيسخروا الهواء. كورة كانت هناك بس كانت متنكرة، واول ما شافت ده راحت بسرعة عشان تحاول ان هي تنقذ تنزل وعيلته. وفعلا عرفوا، والناس دي اقوياء جدا وعندهم قدرات قتالية جامدة جدا، هم اصلا مش فرسان. وامون ده كمان ما يكونش من الفرسان، هو المفروض راجل عادي، وبيحاول يخلي باقي الناس اللي زيه اللي ما بيتحكموش في عنصر من العناصر ان هم يقضوا على باقي الفرسان كلهم، يبقى الحكم ليهم. بعد كده كورة بتعرف حقيقة امون، وبتعرف ان هو مسخر ماء اصلا، وكمان بيعرف ان هو يتحكم في الدم، من اقوى القدرات الموجودة والنادرة والمحرمة في العالم كله، محدش كتير بيعرف يستخدمها. كورة راحت وبتحاول تقول للناس اللي هي ماشية تبع امون ان هم يسيبوه، ده هو اصلا فارس وبيعمل كل الكلام ده عشان يسيطر عليهم ويحكم المدينة. طبعا الناس مش بيصدقوه وبيكذبوه يعني، لحد ما كان في مرة كورة وامون عاملين يضربوا في بعض، لحد ما امون وقع في الميه وظهر ان هو بيعرف ان هو يتحكم في الماء، فعشان كده كمان باقي الناس ما بقتش يصدقوا ورجعوا تاني مع كورة. وامون بسرعه هرب وجري، بعد كده مات يعني. وبيبتدي احداث الموسم الثاني بواحد اسمه اونالاج، واونالاج ده يكون عم كورة، وهدف اونالاج ان هو يصحي روح الظلام باتو عشان يقدر يسيطر على العالم كله. بعد كده بنعرف اكتر عن روح الظلام ومين الظلام ده اصلا، وفي حاجه ضده اسمها روح النور، وبيكون اسمه رافا او اسمها رافا. وبنعرف قصه اول افاتار كان اسمه وان، كان في الزمن ده اللي هو قبل 10,000 سنه، اللي كان بيحمي البشر اسد سلحفاه، وكان البشر عاديين ما عندهمش اي قدره من القدرات دي. وفي مره وان راح لاسد السلحفاه وقال له انا عايز عنصر من اللي عندك، اداله عنصر النار. وكل اسد سلحفاه على حسب المنطقه اللي هو فيها عنده عنصر بس، يعني في اسد سلحفاه للارض، وفي اسد سلحفاه للهواء، في اسد سلحفاه الماء، وفي اسد سلحفاه للنار. فراح وان عند اسد سلحفاه واداله عنصر النار. وان بيروح الغابه، والغابه دي معروفه ان هي بيسكنها الارواح الشريره، والارواح دي تقدر ان هي تدخل جسمك وتغير من شكلك ويبقى شكلك مسخ ووحش جدا. ووان خد عنصر النار من اسد سلحفاه عشان المدينه اللي هو عايش فيها طردته. وان اول ما بيروح هناك بيلاقي ان الارواح عاديه وطيبه وكل حاجه، هما بيتعصبوا عشان في روح ظلام ممكن ان هي بتسيطر عليهم، لكن هما دلوقتي طيبين وكل حاجه. بعد كده وان قدر ان هو يتعايش مع الارواح اكتر من البشر، وفضل عايش في الغابه بتاعه الارواح دي كتير لحد ما اتقن ان هو يتحكم في النار كويس جدا. بعد كده بدات رحلته ان هو عايز يروح لكل المدن بتاعه اسد السلحفاه عشان ياخد منهم العناصر ويقابل بشر جديد وكده. وان هو في رحلته بيلاقي 2 ارواح كبير جدا، واحد لون ابيض والتاني لون اسود، بيتخانقوا مع بعض، فبيحاول ان هو يفك ما بينهم، فاكرين ان هم بيتخانقوا يعني، فبيحاول ان هو يفك ما بينهم. بعد كده روح الظلام او روح
السودا دي شويه بتروح ماشيه. بعد كده الروح اللي بتتبقى دي بتقول له ايه اللي انت بتعمله ده، انت كده هتبوظ التوازن في العالم كله. طبعا هو مش فاهم اي حاجه، بيقول انت مين اصلا، انا مش فاهم اي حاجه اللي انت بتقوليه ده. بعد كده الروح دي عرفته كل حاجه، بتقول له ان هي روح النور وبيكون اسمها رافا، واللي حضرتك مشيته ده يبقى روح الظلام فاتو، وانا كنت حابساه لمده 10,000 سنه قبل ما اول مخلوق من جنسك يظهر اصلا، عشان احاول احافظ على التوازن في العالم، وانت حضرتك دلوقتي هربته مني. فوان بيعتذر لها وبيقول اللي هو اسف، هو هيحاول يرجع تاني فاتو ده ليه عشان تحبسه. بتقول له لا انت مش هتعرف تعمل حاجه، ما تتدخلش في اي حاجه انت. تقول له فاتو بيستمد قوته بان هو بيحول الارواح الطيبه لارواح شريره باستخدام قوه الظلام عنده. بعد كده وانو هو ماشي بيراقي المدينه اللي هو كان عايش فيها، الناس اللي كانوا فيها بيقتلوا وعاملين يحاربوا الارواح اللي كانوا قاعدين في الغابه، ودول اصحابه يعني. فبيحاول ان هو يفهم فيه ايه، بيلاقي ان الارواح فجاه بتتحول، بيبقى شكلها شرير جدا وضخم وقويه جدا، بيبقى كانهم عاملين زي وحوش. بعد كده رافا بتقول له ده كده فاتو بيسيطر عليهم بقوه الظلام. وان بيحاول ان هو يفصل ما بينهم وما بيعرفش. بعد كده وان بيقول لرافا حاولي تتحدي معايا بسرعه عشان نحاول نخلص الحرب اللي بتحصل دي. واول ما بيتحدوا مع بعض بيرجعوا تاني شكلهم الحقيقي، والارواح بترجع زي ما كانت. لكن وان ما بيقدرش يستحمل قوه رافا، بيروح واقع وبيكملوا ضرب في بعض. بعد كده كل مادة ما روح النور عماله تظهر اكتر، اللي هي رافا يعني، عماله تظهر في الحجم كتير، وبتقول له ان هي بتظهر في الحجم عشان قوه الظلام، وفاتو عمال يكبر اكتر، وكل ما هي بتصغر هو بيكبر اكتر. بعد كده رافا بتقول لوان ان هي هتحارب فاتو تاني عشان يحددوا مصير العالم ده، يا اما 10,000 سنه من النور يا اما 10,000 سنه من الظلام. وطبعا لو في 10,000 سنه من الظلام يبقى جنس البشر دول كلهم هيتباتوا اصلا، يعني الارواح هتهجم على البشر ومش هيبقى في بشر، هيقتلوهم كلهم يعني. وان بيكون جمع كل العناصر بتاعت اسد السلحفاه، وبيقدر ساعتها يتحكم في 4 عناصر، الارض والنار والماء. بعد كده وان ورافا بيتدربوا ان هم يحاولوا يتحدوا مع بعض. بعد كده جت المعركه او الحرب او القتال اللي هم فيه عشان يحددوا مصير العالم، يا اما 10,000 سنه من النور يا اما 10,000 سنه من الظلام. وبيبتدي القتال ما بين وان وبيكون متحد جواه رافا وفاتو، بيفضلوا يضربوا في بعض كتير. بيكون خلاص وان قرب ان هو يخسر، وطبعا بيحاول يحفز نفسه ان هو لو خسر هيبقى موجود 10,000 سنه من الظلام. لكن هو بيفضل يحفز في نفسه لحد ما بيقدر ان هو يحبسه، وبيسود العالم كله، بيبقى فيه 10,000 سنة من النور. وبيكون كل ده الافاتار كورا بتشوف ذكريات اول افاتار خالص، وازاي نشأ وازاي حافظ على العالم كله. والمفروض دلوقتي الافاتار تعمل زيه علشان فاتو هيتحرر دلوقتي، واللي بيحاول يحرره هو اونالاج عمها. بعد كده بتيجي الافاتار كورا تواجه فاتو روح الظلام بعد ما طلع ودخل جوه اونالاج. يعني بقى كده في افاتارين، افاتار كورا اللي هو الافاتار النور، وافاتار الظلام اللي هو دلوقتي فيه اونالاج. دلوقتي اللي هيكسب فيهم ده هيحدد مصير العالم، يا اما 10,000 سنه من النور يا اما 10,000 سنه من الظلام. كورا بتحاول على قد ما تقدر ان هي تكسب، وبتكون خلاص قربت ان هي تخسر، لحد ما كورا بتستجمع كل قوتها وبتعرف ان هي تكسب على روح الظلام، وبكده حافظت تاني على توازن العالم، وهيسود 10,000 سنه تاني من النور والسعاده وكل الكلام ده. كده يخلص احداث الموسم الثاني بسرعه. يبتدي الموسم الثالث بالامير زوكو وهو بيكلم والد كورا بان اللوتس الاحمر اتحرروا من السجن اللي هو كانوا فيه، وهيجموا دلوقتي عشان عايزين يخطفوا الافاتار ويدمروه. وبيكون اللوتس الاحمر دول عباره عن 3 مجرمين اقوياء جدا او 4، ومحدش يقدر ان هو يوقفهم. وبيكون قائد اللوتس الاحمر ده واحد اسمه زئير، وزئير ده ما كانش عنده عنصر من العناصر وكان قوي جدا، لكن حصل حاجه في الطبيعه بسبب المعركه ما بين كورا وفاتو في الموسم الثاني، خلت بوابه جديده تتفتح من عالم الارواح، وادت ان الناس يبقى عندها قدرات تانية غير اللي عندها. يعني مثلا واحد ما عندوش قدره يجي له قدره جديده، مثلا واحد كان طبيعي ما بيتحكمش في اي حاجه لا يجي له قدره بقى جديده. وزئير ده كان ما بيتحكمش في العنصر، لكن لما اتفتحت البوابه الجديده اللي بقت في مدينه الشعب، زئير بقى يقدر يتحكم في الهواء. بعد كده زوكو واللوتس الاحمر عاملين يضربوا في بعض، وبيكون اللوتس الاحمر دول اقوياء لدرجه ان هم بيقدروا يضربوا زوكو اللي هو امير عشيره النار ووالد كورا. بعد كده بيهربوا العضو التاني بتاعهم واللي بيكون بيقدر يتحكم بالنار، او بتقدر تتحكم بالنار بدماغها بس، محدش بيعرف يعمل كده خالص غير هي. تكون قويه جدا وتكون محبوسه في القطب الشمالي علشان دي بتخبط من النار وما بتقدرش ان هي تتحكم في النار، بيكون الجو متلج جدا فما بتقدرش ان هي تتحكم في النار. فبيروحوا بيعرفوا ان هم يهربوها، وبيروحوا دلوقتي عشان عايزين يخطفوا كورا. وبيكون تنزل مع الافاتار كورا وهم كلهم بيحاولوا يدوروا على الناس الجديده اللي عندهم قدرات واللي بيتحكموا في الهواء، عشان يحاول يبني تاني الامه بتاعه الهواء، عشان ما فيش غيره هو بيتحكم في الهواء هو وولاده اصلا. فعاملين يلفوا العالم كله بيحاولوا يدوروا على الناس الجديده اللي عندها قدرات تحكم في الهواء. بعد كده زئير هو واصحابه بيقدروا ان هم يخطفوا الافاتار كورا، بيكونوا حابسينها في مكان كده وبيكونوا رابطينها جامد،
وبيدخلوا جواها سامي وبيكون من البلاتينيوم، وهي اكيد مش هتعرف تتحكم في البلاتينيوم، هي اصلا بتتحكم في الاربع عناصر بس اللي هم الارض والنار والهواء والماء يعني. دخلوا جواها السم والكوره بتتألم جامد ومش عارفه ان هي تتحرك خالص وقربت ان هي تموت. بعد كده جه تنزن واصحابهم وكلهم بيحاولوا ان هم ينقذوا الافاتار تاني. بعد كده الافاتار كوره اخيرا بتدخل في حاله الافاتار وبتعطيها قوه جامده جدا وبتروح عشان تقتل ازائير وعاملين يضربوا ببعض. وبعد كده كوره مش عارفه خالص تتحكم في نفسها بسبب السم اللي داخل جواها لحد ما بتقدر ان هي تسيطر عليه وبيعرف ان هم يمسكوه. بعد كده بيفونج اللي هي تكون بتتحكم في الحديد بتحاول ان هي تطلع البلاتينيوم اللي جواها او السم اللي جواها ده عشان تحاول ان هي تنقذها. في الاخير بتعرف ان هي تطلعه، وبسبب السم اللي جوه كوره هي ما بتقدرش خالص تقف على رجليها، لكن بيعرف ان هم في الاخير ينقذوها. بيبتدي الموسم الرابع بان بسبب زئير لما كان في الموسم الثالث كان دمر مملكه باسنج سي اللي هي مملكه الارض، اسقط الملكه بتاعتها وبقى الشعب في حاله تفكك وكل مدينه استقلت بنفسها. فواحده اسمها قائده كوفيرا وتكون من عشيره الحديد اللي هم يعني بيتحكموا في الحديد بتحاول تاني ان هي تجمع المدن بتاعت باسنج سي وتوحدها كلها. بعد كده جه اليوم المفروض القائده كوفيرا بعد ما جمعت باسنج سي كلها تسلمها للوريث الشرعي لمملكه باسنج سي، لكن بتروح قدام العالم كله بتقول لهم ان هي مش هتسلم اي حاجه، ده هي جمعت كل القوه وكل الناس دول بقوتها هي وبعزيمتها هي ومش هتسمع لحد، مش هتسمع لاي حد من المملكه او من الوريث الشرعي ان هو يتحكم تاني في المملكه ويبهدلها زي ما كانت. هي مش راضيه تسلم الحكم للوريث الشرعي وبتقول هي اللي هتحكم مملكه باسنج سي، وبتكونش فاضل غير المدينه اللي فيها عشيره الحديد او الناس يعني اللي بيتحكموا في الحديد. اول ما تضمها ليهم بكده يكون جمعت مملكه باسنج سي كلها. وبيكون اللي مؤسس المدينه دي توف اللي كانت مع انج، وفي نفس الوقت ده كوره اختفت وما كانش حد خالص عارف ان هو يلاقيها. بعد كده كوره بالصدفه لقت توف، وتوف بتحاول ان هي تطلع السم من جوه كوره لحد ما قدرت ان هي تطلعه، وكوره عرفت ان هي تجمع شويه من قوتها وعرفت ان هي تبقى قويه شويه عن الاول. بعد كده كوره راحت عند كوفيرا عشان تحاول تخليها تبطل ان هي اللي عماله تعمله ده، وهي الافاتار المفروض ان هي اللي تحافظ على السلام يعني. وبكده كوفيرا دي بتهدد العالم كله. كورة بتروح لكوفيرا وبيبدأ ان هم يضربوا ببعض، والكورة بتدخل في حالة الافاتار وبتكون مبهدلة كوفيرا على الاخر. لكن كورة عمالة تشوف ذكريات ليها اللي كان حصلها قبل كده والمشاكل والاحداث اللي كانت حصلتها قبل كده، فبتخاف فبتقع فبتخسر. بعد كده كوفيرا بتروح عند مدينة الشعب بيكون عندها سلاح قوي جدا وضخم جدا عبارة عن انسان آلي جواه سلاح من الارواح بيطلع زي شعاع كده قادر ان هو يدمر مدينة كاملة. بتروح كوفيرا هناك وبتهدد المدينة ان هي هتنسفها كلها، وفعلا بتبدأ ان هي تضرب ضربة على المكان الموجود فيه الافاتار كورة واصحابها. الافاتار كورة بتحاول ان هي توقف الانسان الآلي اللي عمال يدمر في مدينة الشعب دي، لكن طبعا مش عارفة الانسان الآلي ضخم جدا وما يتعرفش انها تسيطر عليه، وطبعا هو من البلاتينيوم فصعب ان حد حتى من عشيرة الحديد او من بيتحكموا في الحديد يعرف ان هم يسيطروا عليه، لحد ما بيقدروا يحفروا حفرة صغيرة من الانسان الآلي ده وكلهم بيدخلوا منه. بتدخل الافاتار كورة عشان تضرب كوفيرا، وبيدخلوا مع قابلين عشان يدمروا الجهاز اللي عمال يضرب الاشعة الجامدة دي وعشان يوقفوه عن العمل يعني ما يشتغلش خالص. بعد كده بيقدروا ان هم يوقعوا الانسان الآلي الضخم ده، بيكون خلاص كورة المفروض ان هي كسبت. لكن كوفيرا بتلاقي السلاح وبتشغله وبتوجهه على كورة، لكن كورة بتقدر ان هي تصده. بعد كده السلاح بيخرج عن اراده كوفيرا وبيفضل يلف وعمال يدمر في كل حاجه موجوده حواليه، وبيكون جاي على كوفيرا وهيموتها، لكن كورة بتروح هناك وبتحميها. بعد كده بعد ما كورة حمتها بتشكرها ان هي حاولت تنقذها، بتقول ان هي كانت غلطانه وبتعتذر ان هي عملته وبتقبض عليها. وبكده تخلص احداث الموسم الرابع بان كورة وصاحبتها اللي اسمها ايسامي بيدخلوا البوابه الجديده اللي اتفتحت في مدينه الشعب وبيقضوا مغامرات جوه في عالم الارواح، وده اللي المفروض هيحصل في الموسم الخامس. وملخص كده يعني عن احداث الموسم الخامس، هو المفروض ان الافاتار كورة بتدخل مع صاحبتها ايسامي دي وبيمروا بقى بشويه احداث وبيشوفوا حاجات عجيبه وبتاع كده يعني. الموسم الخامس هو عباره عن كوميكس يعني، ويعتبر وحش جدا فمحدش يتفرج عليه، مخرفين في القصه وقايلين ان الافاتار كورة بتحب اسامي يعني وحاجات عجيبه كده محدش يتفرج عليه اصلا. وخلاص كده ده كان ملخص للاربع مواسم بتوع الافاتار كورة، اهم الاحداث فيهم يعني، فطبيعي ان هو يبقى صغير. بس كده عاجبك بقى فيديو تعمل اشتراك ولايك وكده يعني. سلام.